سلام سلام، إن شاء الله البنات تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحة جيدة وتكونوا مهنيين وانتم تشاهدوا معايا في هذا الفيديو واللي درته لكم فال إن شاء الله لولادنا وبناتنا اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا. إن شاء الله يا ربي يفرح جميع الأمهات إن شاء الله بولادهم، واللي ما سعفهمش الحظ إن شاء الله العام الجاي بإذن الله إن شاء الله ربي يفرحهم ويتحصلوا على هذه الشهادة. أنا فرحة البكالوريا ما كانش حاجة كيفها. قرينا وخدمنا وولدنا كذا ونجحنا، بصح البكالوريا سواء الخلعة تاعها وحدها وفرحتها ثاني وحدها. الوصفة تاع اليوم أنا كنت يعني كان فيديو قديم ماهوش جديد حقيقة، وما لقيتش مناسبة خير من مناسبة اليوم إني نبارطاجيه معاكم. هذه الطمينة اللي تجي صحية وتجي مميزة، فيها إضافات على الطمينة التقليدية، واللي تقطع كمية يعني ما شاء الله، خاصة إذا استخدمتوا يعني القوالب الصغيرة تاع السيليكون ودرتوا منها حبيبات تحطوهم في السنيوة تاعكم. هنايا راح نبداو بالدقيق كيما راكم تشوفوا. انا الدقيق تاعي مخلط بين المتوسط والخشين، نحيت منه هذاك الدقاق الرقيق هكا باش ما تجينيش ملبخه وتجيني يعني محببه، وما حبيتش نديرها خشين فقط، دقيق خشين فقط هكا باش ما يجيش حرش بزاف في الملمس تاعو. نحطوها في المقله تاعنا ونحمصوها مليح، وهنا نتاكدوا باللي جميع حبات الدقيق تحمصت مليح مليح هكا باش ما يجيناش ني وما يضرناش في المعده تاعنا. يعني هكا رانا نطيبوا في الدقيق تاعنا. بعد ما حمصت هذاك الدقيق مليح وتحصلت على لون ذهبي، ما تخليوش يتحرق بزاف باش ما يديرلناش طعمه ماشي مليحه، فقط لون ذهبي. راح نروحوا مع بعضنا ونكملوا بقيه المكونات. طبعا الطمينه التقليديه ما كانش ما خير منها، يعني اللي تجي بسيطة يعني المكونات التقليدية تاعها، لكن احنا ساعة على ساعة نحبوا نضيفوا يعني بعض المكونات اللي تزيدها يعني بنا فقط تزيد لنا في القيمة الغذائية تاعها. طمينة اليوم راح تكون فيها كيما راكم تشوفوا 2 ملاعق كبار تاع كاوكاو يكونوا مرحيين خشين، ملعقة كبيرة تاع جلجلانية تكون محمصة، وهنا عندنا كمية دقيق تاعنا، هنا الموالد الجافة مع بعضها، وهنا عندي ملعقة كبيرة تاع زبدة الفول السوداني راح تعطيها بنة ما تصوروش كيفاه، وراح تخليها تجي متماسكة هكا باش تحافظ على الشكل تاعها وما يتبدلناش الشكل تاعها، سواء استخدمناها في قوالب السيليكون والا قصيناها كما شفتوا مع الاول الى معينات. وهنا عندنا كمية من الغرس. بالنسبة لكمية الدقيق وكمية الغرس، الدقيق عندنا 200 غرام من الدقيق، والغرس عندنا 300 غرام من غرس يكون منقين، طبعا تنحيولو هذوك الريسان وتنحيولو العلف تاعو. وفي الأخير عندنا ملعقتين من الزبدة اللي نكونوا ذوبناهم. كاين اللي يحب يخلط الزبدة مع الغرس، يعني يحطهم فوق النار هكا باش الغرس بعد يمشي، وكاين كيما أنا اللي يحب يفصلهم على بعضهم. هنا شكلت هذاك العجين تاعي إلى مربع كيما راكم تشوفوا، وراح نقصه إلى معينات. طبعا الحاجة اللي تزيد اللي زايدة في هذه الطمينة على الطمينة العادية إنها تتمسك وتحكم الشكل تاعها وتجي يعني متماسكة، ما تجيناش كيما الطمينة العادية يعني تتحرك ياسر والا يعني ما تحافظش على الشكل تاعها. تقدروا تقصوها كيما هكا كيما شفتوا معينات يعني فرديه، والا تقدروا تستخدموا قوالب السيليكون كيما ثاني تقدروا ديروها بالطريقه التقليديه، يعني ديروها قرصه وتزينوها بالحاجه اللي عندكم وتحطوها. وصفه اليوم يعني توالم هذا الجو اللي رانا فيه، السخانه اللي رانا فيها، باش ما نشعلوش الكوزينه لمده طويله وما تسخنش علينا الكوزينه، مع كاس من البن يكون بارد، وبالصحه والهنا ان شاء الله.